بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده غدانا مختلف. احنا كل مره بنعمل سمك، بس المره دي هنعمل بوري مشوي مبطرخ، وهنقلي سمك منضفاه. بصوا بطنه، سمك بلطي بطريقه حلوه كده، مقرمشه بطريقه التغميسه. اكيد عارفينها التغميسه، تطلع مقرمش كده ولونه ذهبي، وفي نفس الوقت الزيت بتاعنا ما يتحرقش. يلا نبتدي ونصلي على الرسول. هنا حطيت انا بحسب اصلا بسجل. حطيت الحوت، حطيته في الرد زي ما انتم شايفين، وهنا حله الرز الصياديه. انتوا شايفيني اهو، ده مطرح الرد والله. الرز الصياديه لسه ما حطيتوش حتى، بحسبه بسجل انا. وحطيت السمك بالرده. هوطي الحاجات الخضره اللي انا هفرمها، اللي انا احشي فيها السمك التاني، وهرجع لكم. تعالوا اوريكم الحلاوه والزبده اللي طالعه منها. نزل السمنه بتاعته، شوفوا الله يبارك. شوفوا، بسم الله. نزل سمنه، شوف الله يبارك. يلا هعمل التبله وارجع لكم. هضرب اهما في الكبه، هفرمهم للتبله بتاعت المشوي المقلي. 3 قرون فلفل وثوم وكمون وتتبيله السمك وملح وكزبر وليم، وعندي كمان الخل اهما. هضربهم في الكبه وهرجع لكم. هنا عايزين نوقفهم على ظهرهم. بسم الله. هيك بسم الله. شوف الله يبارك، الله يبارك على كمية السمنة اللي نازلة منها. شوف كمية السمنة اللي نازلة منها، شوف. يلا هرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. في الطبق اللي احنا هنحط فيه السمك من تحت هنحط ملح على كمون. هذا ملح على كمون حوت، هنرش كده من تحت. انا عندي رصه تانية، بس انا عشان اعرف اصور معاكم كمان المقلي. بسم الله، الله يبارك. بص انا خلاص انا عملته على الظهر، هقلبه بقى كمان على الوش عشان البطن كمان لو فيها دم ولا فيها حاجه تستوي معايا. شوفوا الله يبارك على الزبده. والعوذ برب الفلق. بسم الله. بسم الله. انا هاجي عايزه اجيبها هنا. بسم الله. النار اقوى. على البط كده بتاع 5 دقايق كمان وهطلعهم خلاص. هنا خلاص عملت الدقه اللي انا وريتها لكم اهي، فرمتها حتى الليمه فرمتها معاها اهي، عشان حتى طعم الليم لو فيها زفره. طبعا هي ما فيهاش زفره طول ما سلسله الظهر نظيفه وزي القشطه ما فيها شيء. فاهمين؟ ندهن هيك الاول. انا كنت اقول لكم مش لازم. انا هنا هحشي سلسله الظهر مفتحاها 4 فتحات اهو هيك. اهو حطهم في الطبق. شوفوا سلسلة الظهر بقى كل التبلة اللي بتتحط فيها
بحس اللحمه كلها تكون طايله التبله. سامحوني لو بتهته معاكم عشان مفيش حد ايه يعيب عليا. اللهم لك الحمد وخلاص. هنا بنتي جايه تساعدني وتنضف لي قطعه راس السمكه، شايفينها؟ كتر خيرها ليه بتساعدني. هما 4 كبار. شوفوا ها هيك منين. التبله بقى اللي فاضله دي ما اتفتحتش، نسيت افتحها. التبله بقى اللي فاضله هعمل فيها ايه؟ هزودها بقى شويه ميه على شويه ليم معصور، وهرش عليهم على التبل المشوي. لازم يتفتح هيك. اهو نجهز بقى الدقيق بتاعه والتغميسه. هنا خلاص هطلع معاكم. بسم الله. شوف الله يبارك الله يبارك. هيك يتحط والثانيه جنبيها. حرقت. بسم الله. ادي كده قلبه بالسمنه. المهم اللي احنا طلعناه بقى هنعمل فيهم ايه؟ حط هذا عشان يخمر. فين اللي انا عملته؟ اهو اللي احنا عملناه هنرش عليهم من فوق اللي هو الملح بالكمون. هنعمل ايه تاني؟ ليمون واعصر عليهم ويتغلف على طول، بحيث ايه يشرب الملح بالكمون. وكمان عايزه ازوده التبله اللي عملتها معاكم. بسم الله. كويس ميه بس خفيفه. والتركيب نسقسق عليهم كده من فوق. شوفوا نسقسق عليهم كده من فوق بالفلفل بالثوم بكل شيء جواه. ويتغلب بقى واموره كده تمام. كده المشوي اموره تمام. انا فاضل لي الرصه تانية هعملها بقى، مش هسجلها معاكم. هذه برضك هتتحط هيك اهي. هعملها هكملها وبعد كده ايه هرجع لكم بقى لما اعمل المشوي. حطهم بس كده معاكم الاول. ما اعمل المقلي قصدي مشوي ايه. بسم الله. اهو حطيتهم. هقفل بقى معاكم وهغلف السمك اللي انا طلعته وهجهز بقى للمشوي للمقلي. هنا هنبتدي نعمل التلحيسه. هناخد دقيق اهو. حطينا دقيق. هنحط الكركم اللي هو بيدينا اللون الاصفر. هنحط كزبر يابس، وهنحط الكمون رشه صغيره،
وهنحط عصرة الليم. وهنحط توابل بتاعت الحوت والمية بقى. نحط كمان عليهم معلقة نشا اهي، معلقة نشا. وهنصب عليهم المية، لازم تبقى خفيفة، مش خفيفة هلبة، لا ماشي حالها يعني، ولا خفيفة ولا تقيلة، لا كده تقيلة. هنزودها تاني مية. اهي بسم الله. اقلبها وارجع لكم. هنا خلاص هناخد الحب بتاعنا هندبله في الدقيق. انا مولعه على الزيت عشان اول ما يتحط في التغميسه على الزيت طول. هدبله في الدقيق وارجع لكم. هنا خلاص اهو غلفتها، هنحط على طول في التغميسه وهنشدها من ديل عشان ما تطبعش هيك، ونصفيها شويه كده. بسم الله. كل ما ننفض كل ما الدقيق هيبان منها على طول. وهنحط في الزيت تكون مش حار عشان ايه تستوي، ما تعملش على طول التحميره بتاعتها. يلا انا كده اهي حطيتها معاكم في الزيت، هكمل الباقي وهرجع لكم. تعالوا شوفوا، هو الكاميرا كمان ظلمه البتاع والله قسما بالله. شوف الله يبارك. طريقه التلحيسه دي الصراحه انا اول مره اعملها، انا شفتها من قناه وعجبتني الصراحه. اما السمك هذا دي ما احنا ندير فيه بوري مشوي معبي بالبطاريخ، ننزل سمنه الله يبارك. عملت الرز الصياديه، عملت السلطه، وعملت سلطه طحينه، وفاضل 2 من هما. بس طبعا انا عندي ناس ورايا مستنيين الاكل دلوقتي، فانا هقفل معاكم ونشوفكم على خير ومع السلامه. متنسوش اللايك والاشتراك.